يا أهلا بيكم في حلقة جديدة ومهمة. لو عايز فيديوهاتنا توصل لأكبر عدد ما تنساش اللايك والاشتراك والشير دلوقتي، وشاركنا رأيك في الكومنتات عشان نعرف ايه اللي يهمك في رحلة تحسين الذات. النهاردة هنكتشف سر خطير لتغيير حياتك من كتاب العادات الذرية. السر ده اسمه خدعة المكافأة. ببساطة مكافأة صغيرة بعد العادة بتخلي مخك يحبها ويربطها بشعور حلو وإيجابي. ازاي؟ المخ البشري بيشتغل بالمتعة الفورية مش التأجيل. لو ربطت العادة الصعبة بشيء ممتع بتتحول لحاجة سهلة ومستمرة. تخيل إنك عايز تعمل رياضة كل يوم الصبح وده صعب عليك. الرياضة بتكون تقيلة ومملة في الأول، صح؟ طبق خدعة المكافأة. أول ما تخلص التمرين اسمع أغنيتك المفضلة فورا. المخ كده بيربط نهاية التعب بلحظة سعادة فورية. مثال تاني، بتقرأ صفحتين من كتاب مهم عشان تبني عادة القراءة. المكافأة ممكن تكون قطعة شوكولاتة صغيرة ولذيذة كهدية لنفسك، ما تخافش مش هتتخن. المكافأة لازم تكون صغيرة جدا ومحسوبة. أو يمكن بتذاكر لفترة طويلة ومحتاج فاصل لراحتك الذهنية. المكافأة هنا ممكن تكون دقيقة راحة بتشوف فيها حاجة مريحة للعين. المهم إن المكافأة تبقى حاجة بسيطة بتحبها ومش بتخرب العادة الأساسية. جرب الخدعة دي النهاردة وشوف إزاي حياتك هتتغير للأحسن بسرعة. واستنونا في الفيديو الجاي اللي فيه مفاجأة جديدة من أسرار بناء العادات وتحسين الذات.